السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده كنا محتارين نعمل اكل ايه، فعملنا كشري مصري. جبت 3 بصلات كبار وخرطتهم كده زي ما انتم شايفين معانا، وجبنا شوية زيت وحطينا فيه البصل لحد ما يحمر معانا. وجينا على اليمة التانية، حطينا معلقتين زيت وحطينا 4 فصوص توم وحبة شطة لحد بس ما التومة تصفر معانا اهو زي ما انتم شايفين. هنقلب فيهم كده شوية. كانت سايبة الطاسة دي. وحطينا 3 كوبايات خل، 3 كوبايتين خل، ونسيبهم شوية لحد ما يغلي معانا. اهو غلت معانا اهيت. نحط نص كوباية مية. اهو نحط شوية كمون، شعرة كمون. الكمون برضو بيدوله طعم جميل قوي. وادي البصل معانا بعد ما خلص مقرمش وحلو ازاي. احنا محطناش عليه اي اضافات، في ناس تانية بتحط عليه شوية دقيق وشوية نشا عشان يطلع مقرمش، بس هو اصلا طلع مقرمش لوحده. جينا بقى نعمل الشطة الحراقة. شوية زيت، وحطينا يجي 4 5 معالق شطة، واحنا اصلا بنحب الشطة كتير فزودنا كمان. وحطينا 4 5 معالق صلصة. الصلصة دي متسبكة، وحطينا كده 4 5 معالق. زي ما انتوا شايفين. هنقلبها شوية. هنحط كده ربع كوباية مية عشان برضو متبقاش تقيلة قوي. اهي زي ما انتوا شايفين معانا. حطينا شوية شطة لان اصلا ما كانتش حراقة. ودي الدقة خلصت معانا اهيت، تحفة. ونعمل العدس بجبة. غسلناه وبنبقى حطينا شوية مية سخنين كده، لان هيتحطوا مع الرز، هيتحط مع الكشري المصري، مش هنعمله لوحده. جينا بقى للشطة للصلصة العادية. حطينا حتة بصلاية، نص بصلاية، حتة ايه. حطينا معلقتين صلصة، معلقتين 3 4. كتروا، كل ما كتري كل ما يبقى حلو. زي ما انتوا شايفين. نقلب كده شوية. حطينا كوباية وشوية مية عشان برضو ما تبقاش سمكها تقيل قوي. كوباية ونص اهو. حطينا بقى شوية ملح وفلفل اسمر وحبة كمون. شجعونا بقى بلايكات وكومنتات كده يا حبايبي، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حبايبي. ايوه اهو. جينا بقى نعمل الكشري. هنحط الزيت بتاع البصل عشان يديله طعم وريحة، يبقى طعمه جميل قوي. جربوه كده. وحطينا شوية زيت كمان. جبنا بقى كوباية شعرية، كوباية وشوية شعرية. هنفضل نقلب فيها لحد ما تصفر معانا وتاخد اللون بتاعها. زي ما انتوا شايفين معانا. بص الاكله ديت اصلا تحفه، اقسم بالله جميله جدا، احسن بقى من المطاعم والكلام ده يعني. حاجه في البيت مضمونه. وادي الصلصه اتسبكت معانا اهيت. اصفرت معانا اهي. حطينا نص مكعب مرق الدجاج، دي برضو اختياري، عايزين تحطها حطها، مش عايزين براحتكم. وحطينا برضو حته على الصلصه. جبنا بقى نص كيلو رز، حطيناه اهو. لما الشعريه خدت لون اهيت نقلبهم شويه. جبنا العدس بجبه وحطيناه برضو عليه. يا دوبك كده برضو خد ايه نص سوا بالميه الدافيه اللي احنا حطيناها، ميه مغليه. اهو. حطينا نص كيلو مكرونه او كيلو الا ربع في الحدود دي كده. نفضل نقلبهم شويه كده. جبنا معلقتين ملح طبعا على حسب الرغبه، انت طبعا هتدوقي، لو عايزه ملح زودي.
اهو تفضل تقلبي شويه، تقلبي كمان شويه اهوت. حطينا بقى نص كيلو مكرونه سباكيتي، ده كله بيستوى مع بعضه. ده بقى الكشري المصري بحله واحده، والله جربوه كده هتحبوه جدا. الكشري المصري ده اصلا كان قلبان في الاول، كنا بنعمل حله وحله مكرونه وحله رز وحله لعسل وجبه، ده كله عملناه في حله واحده. جربوه كده وهتحبوا الطريقه. وغلينا شويه ميه. مهم. هنسوي بقى المكرونه اهو زي ما انتوا شايفين معانا. اهو بقى نستنى لحد ما يستوي معانا، هنديله بس تقليبه كده لحد بس ما ايه كله يشرب من بعضه. زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى الميه شربت، هنسيبه بقى نوطي عليه لحد ما يستوي معانا. اهو اهو كده استوى معانا اهوت. وادي الطبق الاخير معانا، تحفه ولا الريحه فظيعه. وادي الدقه بقى في جنب اهيت، اللي عايز يحط دقه يحط، مش عايز براحته. بألف هنا والشفا على قلبنا يا رب. تعالوا اتفضلوا معانا لايكات وكومنتات بقى كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.